السلام عليكم، اهلا يا رفاق، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده. الفيديو ده عملته. ناس اتكلمت ان هي بتراكم على حاجات كتير، ناس اتكلمت انها بتاثر، ان هم بيحسوا ان هم ما بيذاكروش احسن حاجه وما بيعملوش عليهم احسن حاجه. فالفيديو ده النهارده علشان كده، علشان الناس اللي مراكمه، الناس اللي ما خلصتش اللي وراها، الناس اللي حاسين ان هم وقع منهم حاجات. الفيديو ده للموضوع ده، انه لو انت عندك تراكمات، لو انت بداتش، لو انت دايما تسال نفسك هل لو بدات هلحق، لو انت حاسس ان انت تايه كده في السنه مش عارف تعمل ايه، فالفيديو ده ليك. بصوا يا شباب، اولا لكل الناس اللي بتشتكي انها مقصره وما بتعملش اللي عليها، وانها ممكن في مجهود يتبذل اكتر من كده، ويبقى في اداء احسن من كده، في اداء منهم يطلع احسن من كده. طب ليه هم بيقصروا؟ ليه هم ما بيعملوش اللي عليهم؟ الموضوع ده محتاج وقفه، محتاج ان انت تشوف نفسك انت بتعمل ايه. هل انت بتكسل اصلا ومستخسر في نفسك انت تشوف نفسك مكان عالية؟ هل انت اللي تعبان مثلا، حصل لك ظروف تعبتك فما خلتكش مثلا تذاكر، او خلت يبقى عندك تراكمات و ولا هل انت اصلا اللي مش عايز تعمل حاجة؟ هل انت اصلا اللي قاعد كده ومش عايز اصلا تقوم تتحرك؟ ففي ممكن يكون في كده سبب عطل الانسان ان هو يؤدي اللي وراه ويراكم. مثلا انا عايزه اقول لكم مثلا ان انا مديول النساء بادئ من اسبوعين، تمام. اول اسبوع كنا لسه بنمتحن امراض الدم وكده بتاع المديول اللي قبله. وبعدين اخدت الاسبوع اللي بعده اجازه، يعني خدت اول اسبوع اجازه من النساء. فما رحتش الكليه غير مره مع واحده مثلا او كده، وكنت تعبانه برضو شويه، فاللي هو ما ذاكرتش اول اسبوع خالص في النساء. تاني اسبوع بص لقيت عندي محتوى الاسبوع الاول ومحتوى الاسبوع التاني معايا، بلس ان انا العملي ما كنتش بحضر الراوندات، ما حضرتش راوندات الاسبوع الاول. بقيت عندي كميه حاجات كتير قوي. طب انا هذاكر الحاجات دي منين وهبدا منين؟ قعدت كده مع نفسي بقى اشوف هم خدوا ايه وخلصوا ايه، والاسبوع ده هيبقى محتوى ايه، وبقيت اي جزء اخده جديد اخد معاه حته قديمه، اخد معاه حاجه من العملي، انوع كده في الحاجات. وعرفت ايه المشكله وبطلت اعملها. عندك راوند، لا روحي احضري، روحي احضري واستفادي. عندك عملي، لا ركزي شوفي ايه اللي بيحصل. المحتوى مثلا بادئين من الاول، ابدأي من الاول مذاكره معاهم، ما تكسليش اول اسبوع ونيجي في الاخر نلاقي الدنيا اتراكمت فوق. انا مش عايزين كده. فاحنا من الاول كده نبقى عارفين ايه المشكله عندنا عشان اقدر اعالجها صح، واقدر ان شاء الله اتصرف صح. طيب الموضوع ده بقى ان شاء الله عن التراكمات، وعن انه في كذا حاجه متراكمه عليك، في كذا ماده، في كذا موضوع، اي حاجه. المهم انت عندك تراكمات وحاسه ان انت مثلا وانت بتذاكر انت في حاجات ناسيها من الاول عايز تجيبها تاني معاك، واللي جاي برضو مذاكرته مش احسن حاجه، فانت حاسه ان الدنيا مش لطيفه، في كذا جزء وقع منك. طب العمل ايه في الموضوع ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تعملها تحدد ايه التراكمات اللي عندك. يعني انت بتقول انت عندك تراكمات، التراكمات ديت في ماده ايه؟ التراكمات ديت في مواد ايه؟ التراكمات ديت في انهي اجزاء عندك في الماده ديت؟ يعني اكتب اسامي الدروس اللي عندك، ويا حبذا لو تكتب اسامي المواضيع اللي في الدروس ديت اللي واقعه منك، او اللي انت مش مذاكر فيها قوي. اكتب كل حاجه واقعه منك، وكل حاجه موجوده مش احسن حاجه بالنسبه لك اكتبها عندك في ورقه دي، ورقه كبيره اكتب فيها اسامي المواد كلهم بالترتيب كده. المواد عندك 5 مواد، لغتين و3 مواد تخصص. اكتب بقى جنب كل مادة مثلا ايه الموضوع اللي واقع منك، او ايه الدرس نفسه اللي واقع منك، الباب اللي انت عايز ترجع عليه تاني، الحاجة اللي انت حاسس ان انت ناسيها. اكتب كل حاجة في الورقة دي، واكتب انت اخدت ايه ومذاكره صح. يعني اكتب الدروس اللي عندك، الدروس اللي صح اللي انت ذاكرها كويس، والدروس اللي انت مقصر فيها. المذاكره كويس هنعمل عليها صح، ونعلم بها لاتر كده انها حلوه ومش محتاجينها. الدروس التانية احنا عرفناها، وعرفنا ايه اللي وقع مننا وهنسيبها دلوقتي. فاحنا كده اول حاجه سيستمنا دماغنا ورتبنا افكارنا، انه انا عندي 1 2 3 محتاجه ان أنا اظبطه، وفي على النقيض حاجات تانية كويسه تمام. فانا عرفت من الاول كده انا همشي ازاي وهعمل ايه، والدنيا معايا قدامي عامله ازاي. تمام. دي اول نقطه. هبدا من هنا بقى اشتغل واشوف ايه اللي ورايا، واشوف ايه الحاجات اللي مطلوب ان انا اخلصها واعملها والكلام ده كله. طب هبدا اشتغل اعمل ايه؟ هنعمل جدول باذن الله لطيف كده ولذيذ. مفيش مذاكره من غير جدول. ما اقصدش جدول بقى، انا ما بحبش الجداول المعقده يا جماعه، ما بحبش الجداول الكبيره لانها بتقلب بالعكس. انت حاطط عشان تنظم وقتك وتذاكر وكده، بتعمل العكس تماما، ان انت ما بتذاكرش ومتمشي اللي وراك، كمان بتحبطك انه ده كله كان عليه النهارده وما خلصتوش. انا بحب الجداول البسيطه، يعني دايما كده الحاجات السيمبل هي الحاجات اللي بتنجح، الحاجات اللي بتكون اجمل حاجه. طب بسيطه يعني ايه؟ بسيطه يعني دلوقتي انت هتكتب انه مثلا انت عندك هتعمل جدول كده مثلا لماده معينه. احنا قايلين كاتبين اسماء الدروس اللي عندنا اللي عايزين نخلصها. فانت اكتب ان كل يوم وانا بذاكر الجديد، احنا بنذاكر جديد يا جماعه، احنا ما بنقفش على اللي فات وبنبكي عليه، لا، احنا بناخد الجديد وبنمشي في المنهج وبناخد معاه جزء من اللي فات، ناخد معاه حته قديمه. ما بناخدش حاجه قديمه كده لوحدها نمسكها في اسبوع اخلصها، الا لو ما ذاكرتهاش خالص او ما فتحتهاش خالص او لسه هبدا من الاول.
اتفقنا؟ لكن لو حاجه واقعه مني جزء بس صغير اللي واقع مني، او موضوع مثلا معين في الفصل ده اللي ما حضرتوش مثلا في الدرس او ما ذاكرتوش، او الجزء ده مني انا نسيته وما كنتش بذاكره قبل كده كويس، فده يعتبر من التراكمات برضو، تمام. لكن لو الحاجه ما فتحتش خالص يتاخد لوحدها. غير كده بناخد جزء جديد من الماده ديت ومعاها جزء قديم. فانت بقى في الجدول ده اكتب كل يوم انت عايز تخلص ايه منها، كل يوم اكتب موضوع معين، بس موضوع صغير. والله يا ولاد الحاجات الصغيره هي بتودي الحاجات الكبيره. الحاجات الصغيره اللي انت عمال تستهون بيها دي هي بتوصل الحاجات الكبيره. افتكر كده من كام شهر، افتكر كده من كام يوم ومن كام شهر، لو انت كنت بدات الفكره اللي في دماغك دي وبدات ان انت تشتغل على نفسك وتخلص كل وراك، شوف انت دلوقتي تكون فين. لو انت بدات بصفحه واحده بس من وقت ما كنت بتقول انا هبدا. فالحاجات الصغيره هي الاساس اصلا، الحاجات الصغيره هي بتبني الحاجات الكبيره اللي انت بتشوفها في الاخر ديت. فدلوقتي انت هتكتب انت المفروض تخلص ايه يوميا من الماده دي عشان تخلصها باذن الله. مثلا بعد اسبوع هكون خلصت الماده دي في كل التراكمات اللي عندها، او بعد 10 ايام مثلا. المهم ان انت هتكتب المفروض تاخد ايه يوميا ومفروض تخلص ايه يوميا علشان الموضوع ده يكون انت انجزته وخلاص. هاخد مثلا كل يوم منه جزء، تمام. عايز اخده كله النهارده مع الماده دي وما ذاكرش غيرها النهارده، مفيش مشكله. في ناس بتحب انها تاخد الحاجه مره واحده وتخلصها، وفي ناس تحب انها تقسم مواضيع عشان ما تحسش بملل او تسيب المذاكره خالص وكده. فزي ما انت بتحب، اهم حاجه بس ان احنا عملنا جدول وقلنا احنا هنذاكر ايه يوميا، وفي جدول يتعمل يوميا. بصحى من النوم بشوف انا هعمل ايه النهارده وبكتب جدول، او قبل ما انام بشوف انا هعمل ايه بكره ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر باذن الله وبكتب جدول. دي مهمه معانا، انه لازم اكون مقسمه وقتي، لازم اكون قدامي كده رسمه يومي قدامي كده ان شاء الله، وعندي الاوقات كلها اقدر اقسمها زي ما انا عايزه باذن الله، وربنا يبارك لنا في وقتنا. فدي يعني حاجات اساسيه. تالت حاجه ان انت هتفصل عن اي حاجه ضيعتك ووصلتك للنقطه اللي انت فيها دلوقتي. يعني لو انت كنت بتكسل بطل تكسل واشتغل على حلمك شويه. لو انت بتحب نفسك والله قبل اي حاجه، مش بتحب حلمك وعندك شغف، لو انت بتحب نفسك، لو بتحب نفسك اتمنى تشوف مكان احسن من كده بكتير، بغض النظر عن كل ظروف المفروض انها توقفك. اللي انت عمال تقول ده انا عندي كذا وكذا وكذا، المفروض ان هو يوقف اي انسان. انت بتقفش عند النقطه دي، انت تعدي الموضوع ده ما يوقفكش اصلا. فتفصل عن اي حاجه مع الطلاق. بتكسل بطل تكسل تاني وابدا اشتغل على حلمك وعلى نفسك شويه. مثلا موبايلك ولا ضايع وقتك، الموبايل ده ارميه خالص. يعني مش ترميه ده لا، ارميه يعني طلعه بره اوضتك، ادي لاي حد ياخده منك وقت انت بتذاكر، او اقفله وانت بتذاكر، ما تحطش جنبك وانت بتذاكر خالص. لو عايز تذاكر صح، لو عايز تذاكر بتركيز، ولما تخلص ان شاء الله مذاكره تقول الحمد لله الساعتين اللي قعدتهم على الكتاب دول طلعوا بفايده. لو عايز تعمل كده افصل الموبايل خالص، ابعد الموبايل عنك خالص. صحاب هم اللي زعلوك ووصلوك للمرحله ديت، علاقات استنزفتك، ابعد عن الحاجات دي كلها وابدا من النهارده. ابداوا من النهارده يا شباب، وافتكروا ان مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. والله هي خطوه بس، عارفين هو طريقنا الحمد لله مرسوم قدامنا كده. اصعب خطوه هي اول خطوه، والله اصعب خطوه هي اول خطوه. قلت لكم لسه كان متراكم عليا كتير قوي، لسه متراكم والله، لسه ما خلصتهاش، والنهارده ان شاء الله عندي كويز بالليل، موضوع كبير. المهم متراكم عندي حاجات، وبفتح الكتاب كبير قوي، المنهج كبير قوي، متراكم عليا. ببص كده لقيت فوق ال 80 صفحه تاخده في الاسبوعين دول. طيب المفروض بقى دلوقتي ان انا اعمل ايه؟ وقعدت اعيط طبعا، وقعدت زعلانه، وقعدت مخنوقه. طب ماذا بعد بقى؟ شفت المنهج قدامي، بصيت قلت المفروض مطلوب مني ان انا خلاص قسمت المواد اللي عندي والمواضيع اللي عندي، قسمتها على الايام الاسبوع. بدات اشوف انا هخلص ده امتى، وهسمع مين، وهسمع فيديوز مين، وهحل منين، وهقرا من انهي كتاب، وهتابع من انهي مصدر. قعدت اشوف كده انا همشي ازاي وهتابع من ايه. مع ان المواضيع المتقدمه او المواضيع اللي في اخر الكتاب هي بتكون اصعب مواضيع، ولكن كان اصعب موضوع عندي هو اول موضوع، لانه كان اول خطوه بالنسبه لي، كانت خطوه كبيره قوي. الفيرست ستيب دي بتكون اصعب حاجه، انه لو انت خلاص عديتها وخطيتها كل حاجه اتحلت باذن الله. فيا شباب هونوا على نفسكم واشتغلوا على قد ما تقدروا على نفسكم وعلى حلمكم. والله مش عايزين نندم على اي حاجه، مش عايزين نندم ان احنا كان قدامنا طريق واحنا اللي دلعنا وما مشيناش لا، ان شاء الله هنوصل باذن الله، طالما احنا موقنين بحلمنا وموقنين بربنا قبل اي حاجه، وموقنين بنفسنا ان احنا ان شاء الله نعمل كل الكلام ده. انا بحبكم، مع السلامه.